اعرف انك ممكن تخش جهنم بسيئة واحدة بس. اه والله زي ما بكلمك كده. تخيل ان حسناتك بقت زي سيئاتك، ولكن سيئاتك اكبر بواحدة بس. ممكن تعال اسمع كده القصة دي معايا. يوم القيامة هيجي راجل حسناته زي سيئاته، ولكن الفرق انه ما يدخلوش الجنة سيئة واحدة بس، دي اللي هتدخله جهنم، ودي هتكون زايدة عن الحسنات بسيئة واحدة. يعني حسناته زي سيئاته ولكن أزود بسيئة واحدة بس. الراجل ده هيمشي ويدور في يوم مقداره 50,000 سنة ويقول حسنة لله. دي فعلا الكلمة اللي الواحد يستحق يقولها في يوم زي ده وموقف زي ده. فهيجي راجل لا كان بيصلي ولا كان بيصوم ولا كان بيعمل أي حاجة، كان معدي يوم الجمعة جنب الجامع وسمع الخطيب بيقول صلوا على الحبيب، فقال عليه الصلاة والسلام، فخد بدي حسنة. فالراجل اللي ما عندوش غير حسنة واحدة هيقول له بص، أنا كده كده ما كنتش بعمل حاجة في دنيتي، ما كنتش بعمل حاجة، ما عنديش غير حسنة واحدة بس بتاع الموقف ده، فخدها وانجى من النار وادخل الجنة. فربنا هيقول لست أكرم بعبدي مني، خذ بيد أخوك وادخلوا الجنة. طب انت عامل الفيديو والكلام ده ليه؟ علشان أقول لك وأقول لك إن حسنة واحدة ممكن تدخلك الجنة، وسيئة واحدة ممكن تدخلك النار. حسنة واحدة قيام ليلة النهاردة ممكن تفرق معاك يوم القيامة. صفحة قرآن كل يوم مش هتخسر معاك وهتفرق معاك. غض بصرك في مرة، التزامك وتثبتك على الطريق المستقيم في مرة. عندك مناسبة حلوة وهتقولي لا ما اغضبش ربنا فيها، دي فعلا اللي ممكن تفرق معاك. تبقى ماشي في الطريق ماشي تسبح، لا تبص على دي ولا تكلم دي ولا تضحك مع دي ولا تعمل مع دي ممكن تفرق معاك. أذكار الصباح والمساء هتفرق معاك. وفي آخر الفيديو عايز أقول حاجة، تعرف إن مشاهدتك وإعجابك ومشاركتك للفيديو بتضاعف خير ليك؟ والله ازاي يا عم مؤمن؟ يعني انت بتقول كده عشان اعمل لك اعجاب واعمل مشاركه للفيديو وادي لاصحابه وياخدوا مشاهده، يعني عشان كده مش المقصود والله. بس انا مثلا شفت فيديو عملت اعجاب، قبل ما اقول ثانيه بس يكون فيديو ديني، ما ينفعش يكون فيديو مثلا يكون فيديو رقص واغاني واخد عليه حسنه، لا. شفت فيديو زي ده والله ما قصدي عشان تعمل لي اعجاب او حاجه او تبعت الفيديو لاصحابك، بس انت مثلا شفت فيديو ديني عملت اعجاب ومشاركه بعت الفيديو لصاحبك او اعجاب، بس انت ساهمت ان في واحد يشوف الفيديو، الواحد اللي شافه ده عمل اعجاب تاني وتالت ورابع لحد ما وصل لناس، لحد لمده شهر كل يوم عمال يزيد اعجاب. فكل ده الاول منك انت اللي ساهمت او دلت على الخير، وذكرك ان الدال على الخير كفاعله. فما تبخلش على الفيديوهات دي او اي فيديو ديني باعجاب، صدقني والله يفرق معاك. تعرف ممكن يكون هو الحسنه في حاجه زي